السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، النهاردة هقدم لكم فكرة جديدة، وهي عمل برسيل جل في البيت بمكونات موجودة في كل البيوت، ومكونات سهلة جدا، ومكونات كمان ممكن نستبدلها أو نستغنى عن بعض منها. وده أهم حاجة في عمل الحاجات اللي بنعملها في البيت. مش لازم نجيب حاجات بتاعت العجينة الأصلية وبرسيل جل الأصلي. المكونات الموجودة في السوق أيا كانت المكونات، فهي في النهاية مش هتوصلي لبرسيل جل أو الجل غسيل الهدوم المعمول في الشركات الكبيرة. لكن احنا بنعمل حاجة يعني مقاربة ليها أو تشبهها، وكمان حاجة آمنة على اللي بيستخدمها، وآمنة على الغسالات سواء اوتوماتيك أو فوق اوتوماتيك أو عادية أو حتى غسيل يدوي. اهم حاجة في البرسيل جل اللي هنعمله في البيت او عجينة الغسيل اللي هنعملها في البيت هي آه، الصابونة اللي بنستخدمها. الصابونة اللي بنستخدمها دي صابونة آه، غسيل الهدوم او غسيل الملابس اللي عملناها في البيت قبل كده. هي اسمها صابونة بلدي. بتتعمل من بقايا الزيوت، طبعا الزيوت النظيفة بتاعت الآلية زي البطاطس، الحاجات النظيفة اللي بنقليها، وبنضيف لها 2 لتر مية مغلية. وبعد كده بنحاول ندوبها لغاية لما نحصل على انها دابت تماما في المية. طبعا شايفين المية سخنة جدا، واصلة لدرجة الغليان، فهتدوب الصابونة بمنتهى السهولة. ونحاول نحرك بأي حاجة موجودة عندنا، سواء معلقة خشب، أي حاجة موجودة ندوب بيها. وهي على فكرة الصابونة دي جميلة جدا ولها قوة تنظيف عالية جدا لوحديها كده من غير ما نضيف عليها أي إضافات. وكان زمان أهالينا بيستخدموها لوحديها من غير أي إضافات تانية، وكانت بتخلي الغسيل زي الفل. هنضيف عليها 2 كوب من برسيل او اي مسحوق انت بتستخدميه. ان كنت بتستخدميه الغسالة الاوتوماتيك يبقى تحطي 2 كوب من مسحوقك بتاع الغسالة الاوتوماتيك. ان كنت هتستخدمي الغسالات عادية او فوق اوتوماتيك او غسيل يدوي يبقى تحطي 2 كوب من المسحوق اللي بتستعمليه. ايا كان المسحوق اللي بتستعمليه غالي رخيص، هيطلع نتيجة جميلة جدا وهيخلي الغسيل زي الفل. احنا دول اصل عمل البرسيل جل المنزلي اللي احنا بنعمله. اول ما هتضيفي المسحوق هتحسي القوام بتاع البرسيل تقل خالص وبقى غليظ، وهتبتدي تدوبيه. ده كده لوحديه ممكن برضو يعمل حاجة تستخدميها للغسيل، سواء للأوتوماتيك أو الغسالات العادية. هنضيف معاهم نص كوباية من بيكربونات الصوديوم اللي هي صودا الخبز، او شبيهة البيكنج باودر، او تحطي زهرة بيضة. الزهرة البيضة انا معرفش دي مادة ايه بالظبط، بس هي زيها زي بيكربونات الصوديوم، بس معرفش ايه اصلها يعني. معاها نص كوباية ملح طعام، ملح الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه في البيت، عايزين منه نص كوباية. ونص كوباية من الليمون. ممكن تستخدمي اي ليمون عندك يكون خلاص اديله فترة عندك، بس ما يكونش فيه مثلا فطريات او اي حاجة، يعني ملسع يا دوبت او نشف شوية. ممكن تاخدي عصير وتعمليه. المية دي بتاعت الليمون المغلي اللي احنا عملناه مسلوق امبارح في فيديو امبارح، فده المية اللي بتاعت الكيلو الليمون اللي غليناه. فما نحطها تدي قوة تنظيف عالية جدا وجميلة جدا. اللي ما عندوش مية بتاعت سلق الليمون يحط قشر الليمون ويحط المية بتاعته. في النهاية هيبقى معاكي حوالي 4 لتر مسحوق جل. يعني هنحط كده بالمية كلها اللي حطيناها حوالي 4 لتر مية. هنضيف عليهم الإضافات فهيتساوي حوالي بكوباية خل. كمان في كوباية خل، ولسه في كوباية كلوركس ألوان. ادي كوباية الخل بس عشان حطيتها فوق الكوباية اللي محطوط فيها بكربونات الصوديوم فبقى لونها كده. وكوباية كمان كلوركس ألوان. لو هتستعمليه للأبيض يبقى تحط كوباية كلوركس أبيض.
كل دي اضافات ممكن تستغنى عن اي عنصر منها بمنتهى البساطة. ادي كلوريكس الالوان، كوباية كلوريكس الوان، يبقى حطينا بيكربونات صوديوم او زهرة بيضة، كلوريكس الوان، كوباية خل، نص كوباية ليمون، المية اللي غلينا فيها قشر الليمون. وبعد كده هنحط كيسين من برسيل جل اللي بيتباع في السوق، الواحد ب2 جنيه. هنضيفهم هيدونا الريحة بتاعت برسيل جل. وممكن تحط برسيل جل اللي هو بتاع العبايات السوداء، يعني يبقى خاص بالعبايات السوداء. ممكن تاخدي مثلا الكمية اللي انت بتستعمليها وتحط في كل واحد مثلا نص الكمية تحط فيها كلوريكس الوان، والنص التاني تحط كلور ابيض. مثلا نصها او ربعها تاخديه لو كان عندك ملابس غامقة كتير تحط فيها بدل برسيل الجل ده تحط برسيل اللي هو بتاع العبايات. كل حاجة ممكن تظبطيها بحيث انك الاستخدام الاكتر عندك تاخدي اجزاء من الكمية اللي انت عملتيها وتضيفي المكون اللي يعجبك. عندك الالوان اكتر حاجة بتستخدميها، حطي كلوريكس الوان، فمش هيعمل اي ضرر. حتى لو حطيتيه على الابيض مش فيش مشكلة. بعد كده هنفضل ندوب في المقدار. ولو حبيتي هنضيف المقدار اللون. انا كان فايض عندي لون من بتاع اللي عملنا بيه الدوني. ممكن نحطه برضو البرسيل جل، او ممكن تحط زهرة لو هتستعملي الغسيل الابيض. يعني ممكن تستعيد عنها بالزهرة. قد الزهرة البيضة زيها زي بالظبط بكربونات الصوديوم، ما تفرقش كتير عنها. دي كان ناديلها فترة عندي وشارياها، فما عملتهاش لغاية دلوقتي. ادي اللون بتاع البرسيل جل او مكانه بتاع الدوني هيدي نفس اللون، وهتفضلي تحطي كميات لغاية لما تظبطي اللون اللي يعجبك. وخلي بالك تقلي حتة في اللون، لان المية بتاعت عصير الليمون بتخلي اللون يميل للاخضرار، فكتري حتة عشان يبقى اللون اللبني المعروف به البرسيل جل. الفكرة بسيطة جدا، والمكونات ما تعتبرهاش كتير. ممكن تستغنى عن اي مكون، كل مكون فيها بيزود النظافة وبيزود من يعني التعزيز للمسحوق اللي بتستخدميه، وبيخلي الحاجة زي الفل. كل اللي استعملوا المكونات دي مع بعضيها بيعترفوا ان الغسيل بيبقى رائع النظافة ومش محتاج اي اضافات بعد كده. يعني لا هتضيفي كلوريكس الوان تاني ولا هتضيفي اي مكون زيادة تاني، لان كده المكونات كلها بتساعد على التنظيف العالي جدا. وعلى فكرة الشتاء داخل، وهتستعمليه في غسيل البطاطين وغسيل السجاجيد وغسيل الهدوم بتاعت الشتاء، لان معظم هدوم الشتاء بتبقى غوامق وبتتأثر بالمساحيق العادية البودر. يعني ممكن المسحوق تلاقي فيه بقايا منه على الهدوم، فده بيخلي الحاجة الجل دي بتخلي الغسيل زي الفل، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه اثار للمسحوق ولا يعمل حساسية ولا اي حاجة، وخصوصا للاطفال. والاعياد داخله هتستخدمي في العيد تغسلي سجاجيد، تغسلي ستاير، تغسلي حاجات، حتى في غسيل الارضيات ممكن تستعمليه. عايزه تحطي ريحه، ممكن تجيبي ريحه البرسيل جل نفسه او تحطي اي زيت عطر. بس انا مش هحط اي ريحه لان كل المكونات ليها ريحه. يعني المسحوق نفسه ليه ريحه، وكنا ضايفين على الصابون اللي عملناه في البيت ريحه، وكمان في ريحة للبرسيل جل. فكل حاجة ليها ريحة، فآخرتها هتلاقي ريحته جميلة جدا. وريحة الليمون المغلي، وما تنسيش ان احنا حاطين نص كوباية ليمون كمان هتدي ريحة جميلة. فكل العناصر دي كلها هتخلي الريحة رائعة. شايفين اللون بتاعه بقى جميل، ولسه هيفتح تاني لان احنا هنحط 4 لتر مية، هيبقوا تقريبا في الاخر عندنا 5 لتر من برسيل جل. ادي البرسيل بعد ما سبناه حوالي 5 6 ساعات، ممكن تبيتيه من الليل للصبح. شايفين بقى ازاي ما تكتلش ولا اي حاجة، لان احنا حاطين بيكربونات صوديوم. كربونات الصوديوم دي بتمنع التكتلات بتاعة الصابون، فعمره ما هيتكتل ولا يعمل بتاع.
ادي شكله بعد ما قعد، ادي منظره. اهو. ايوه تقل شوية، بس مش لدرجة التكتل ولا اي حاجة. هي عبارة عن زي ريمة كده من فوق، هنضربها بالمضرب الكهرباء او المضرب العادي. المضرب الكهرباء طبعا هيخليه يتعمل بسرعة رهيبة، مش هيتعبك وانت بتقلبيه. هديكم هتشوفوا منظره هيبقى ايه في الاخر. طبعا هتاخدي فترة تضربي فيه، اضربي فيه شوية واهدي شوية وبعدين كملي شوية لغاية لما تحصلي على القوام المناسب. هتلاقيه تقل خالص وربة. شايفين؟ بقى فظيع يعني. رائع رائع رائع. وده يعني ان هو كده نجح معانا، وهنستخدمه هيخلي الحاجة اللي هتستخدميها بيه في منتهى النظافة. للأبيض قلنا نحط كلوريكس ألوان، للألوان هنحط للأبيض كلوريكس عادي، وللألوان هنحط كلوريكس ألوان. عايزة تحطي فانيش مكان كلوريكس الألوان تحطي. يعني احنا كل الحاجات دي إضافات هتعزز من قوة تنظيف البرسيل، وهتخليه حاجة الهدوم في منتهى النظافة وهتنور كده وهي على الحبل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل جديد ان شاء الله بإذن الله. اتمنى ان احنا نكون وفرنا وعملنا البرسيل في البيت.